لو الدنيا نشفت حواليه واتقطع عنه المية والهواء يتحول حرفيا لحجر صغير، وبعد سنين أول ما تلمسه نقطة مية يرجع حي ويتحرك تاني. الكائن ده اسمه دب الماء، رغم إن حجمه أصغر من راس الدبوس لكنه من أعجب المخلوقات على كوكب الأرض. لما الظروف تبقى صعبة جدا، برد قاتل، جفاف تام، أو حتى إشعاع، بيعمل حركة غريبة، يسحب جسمه كله لجوه، يوقف تقريبا كل النشاط الحيوي وينشف لدرجة إنه يبقى عامل زي كريستالة حجر. والأغرب إنه يقدر يفضل كده سنين طويلة، وبمجرد ما تلمسه نقطة مية يصحى ويكمل حياته وكأن ولا حاجة حصلت. العلماء جربوا يحطوه في الفضاء بدرجة حرارة من 200 لحد فوق 150 مئوية، وبرضه فضل عايش. عشان كده بيسموه الكائن الخالد أو أقوى مخلوق على الأرض. وعلى قد ما الكائن ده صغير جدا لدرجة إن العين العادية ما تقدرش تشوفه، إلا إن فيه إبداع وقوة وتفاصيل دقيقة يعجز أي بشر يتخيلها. وده يورينا عظمة الخالق سبحانه وتعالى.